خير يا رب. ايه دماغ لوشه تجيبنا هنا المستشفى 57 3 57؟ تلاقي جوده والسفاح عملوا لنا بلوه. اقعد انت ساكت نهارك هاترة. اسكت كده وانت شبه البورس. لا كده في حاجه كده مع لوشه. سعيد، هو في مشكله شخصيه مع لوشه؟ لا 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 ولا كل اللي انتوا بتقولوه ده. لوشه ليه دماغ تانية خالص. عم تايسون عسل، انا ذات نفسي ما فهمهاش. اكيد في حاجه هنا. احلى صباح على عيون اخواتي والرجاله التمام. صباح الجمال يا علي. صباح الجمال يا ابن خالتي عسل. انا جبتكم النهارده في المستشفى عشان اذكر نفسي واذكركم ان مستشفى 57 3 57 محتاجانا دلوقتي. لو الكلام هيزعل اخواتي الكبار او الصغيرين قولوا لي يخرج بره الصف وما يتكلمش معايا. ها، اخر مره اتبرعنا لمستشفى السرطان امتى؟ من فترة والله لوشه الظروف تعبانة. في الايام دي تعبانه صراحه، الايام دي صعبه يا فنان. طب بص يا ابو اسكندر، هو يا فنان ابو اسكندر، حتى ابو اسكندر لو الظروف تعبانه والدنيا صعبه، لو كنت بتتبرع ب 1000 جنيه اتبرع ب 500 بس يقف جنب المستشفى. ولا ايه؟ ابو تايسون يا راجل يا صعيدي اللي بنتعلم منكم ازاي تبقوا سند للناس بعد ستر ربنا. لو كنت بتتبرع ب 500 تتبرع ب 200 250. ولا إيه يا ريس؟ انتوا الصعايده اهل الكرم. عم خالد، مش في اماكن سياحيه؟ ايه الاماكن السياحيه كمان تعبانه الايام دي؟ ماشي، الاماكن السياحيه تعبانه. لو بتتبرع ب 2000 3 يا عم اتبرع دلوقتي ب 1000 ونص. مشي الدنيا عشان خاطر ربنا يكرم. صباح الفل. الخراتيت بتاعتنا باظت. تاكلوا ب 500 جنيه في اليوم. صلى على النبي، في صلاه شم. الدنيا بايظه برضه، قللوا الاكل شويه، ما تقللوش الاكل. لو هنستلف عشان خاطر نتبرع بعد اذنكم، وانا بنصح نفسي قبليكم. إيه يا عم سعيد؟ الشبيحه والرجاله التمام والثبات على المبدا. انتوا مش عارفين ان المستشفى في قصص فيها وفي نقص تبرعات؟ ما تستعبطوش، ما تشوفوا الجيل بتاعكم وتلموا وتعملوا للمستشفى. بنصح نفسي وبنصحكم يخلينا ثابتين على مبدأنا زي ما احنا. نتبرع للمستشفى، الناس بتموت. هنفهم ولا ايه؟ اركن الظروف دلوقتي. لو معانا جنيه مفيش غيره هنتبرع بنص، هنستلف عشان خاطر نتبرع. ها، برجوله وجدعنه. امين؟ امين. صباح الفل عليك. صباح الفل. وحشتني. وانت كمان. قولي لي بقى، انا خلاص احنا هنتبرع، قولي لي نفسك في ايه تاني؟ لسه تبقى معايا على طول. القلب يقول. طيب انت واثقه في كلامي؟ اه. انا بقى معاكم على طول، مش هنسيبكم. خليك واحد ليك تأثير. أبسط حاجة هتقسمها ممكن يوم هتساوي كتير. خليك دايما وشك خير. يا جو فاروق، بتسمع كلام امك وبتذاكر؟ ايوه يا عم لوش. جدع. كلام يا معلم لوش. صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا معلم. عامل ايه؟ حبيبي يا معلم لوشه، انا قصدك بس في حل مشكله تخص عم تايسون والارض بتاعته. امورنا يا عم تايسون. يا معلم لوشه، انا عارف ان انت بتقف جنب الناس. انا جبت ناس يحرسوا الارض، عملوا عقد وخدوها. احنا يا عم تايسون، بس انت عارف حوارات الاراضي دي نوش وقرف. الحكم اللي هحكمه بيرضي ربنا يمشي على الكل. طب وانا معاك كده كده في اي حاجه. بس وديني. يلا يا فاروق روح انت. يا معلم. حبيبي يا فاروق.
احلى مسا عليكم يا رجاله. احلى مسا عليك. احلى مسا عليك يا شبح. انتوا كنتوا قاعدين غفره في الارض دي، الشهريه بتوصل كل شهر، يبقى من الرجوله والجدعنه ان الراجل ده ياخد ارضه. مفيش الكلام ده، احنا قاعدين في الارض دي ومعانا عقد. الارض كلها بتاعتنا. بص بقى يا شبح، الارض دي بتاعتنا واحنا معانا عقد وبيننا المحاكم. انتوا هتستعبطوا ولا ايه؟ انتوا مالكين على الارض والعقد مضروب والمحاكم حلني، هتحلوا وبراحتكم. اسمع القول. مش هنخرج منها. احنا قاعدين. الارض بتاعتنا يا شبح، عرفت تخرجنا خدها. هاخدها. الراجل ده صاحب الارض شرعي، هديكوا 48 ساعة، ما جيتوش معايا في حل هستعبط عليكم. الكلام معايا على اهانة. خلص الكلام. يلا افتكر كلامي. الواد ده شكله مش سهل خالص. خالص. انا عن نفسي خضني. انت قلقان من ايه؟ طالما بتراضي امك وبتحب الخير للناس ربنا يستر عليك. بستر ربنا ما تخافش عليا، انا واقف على ارض صلب. الكلام معايا خلصان. سلام عليكم. الله الله. مع الفل يا معلم نوش. قول يا رجاله ايه مبوظين كده ليه؟ في مشكلة كبيرة على الورث. الاخوات هتقطع بعضها. اخوات جودة بسبب الورث. محدش هيعرف يتكلم معاه وياخد حقه وباطل معاه الا انت. ورث فلوس ولا ورث ايه؟ بص يا معلم، ابونا الحاج محمود المنوفي الله يرحمه قبل ما يموت كتب العماره اللي احنا قاعدين فيها باسم جوده. وجوده عايز يكوش عليها كلها. عليا الطلاق بالثلاثه، انا فيها اللي مكفيني وهضربه بالنار. يرضيك كده يا لوشا؟ جوده ياكل حقنا وياخد العماره كلها في كرشه؟ ده ما يرضيش ربنا، مش عارفين ناخد منه حق ولا باطل يا عم لوشا. انا هكلم لكم جودة طالما الموضوع على ورث، بس انا هروح اتكلم هناك، مش عايز اسمع صوت حد بعد اذنكم. امين. ماشي يا ريس. مين يا رياض؟ لا جودة، جودة ايه اللي انت عامله مع اخواتك عشان موضوع الورث ده؟ انا جاي لك يا اسطى دلوقتي. لا والله، لا انا جاي. سلام. يلا يلا. هو في ايه يا اسطى؟ ما تدي الناس والساعة. اسمع يلا. ايه يا لوشا في ايه؟ الوصية باسمه مش هياخدوا حاجة. انا كلامي معاك بالراحة، لا الزلة ولا العلة. اكلمك عشان ليا فيك. ادي اخواتك حقهم واعمل بوصية ابوك عشان تتستر معاك. اسمع بقى الكلام ايه القول. مش هيجي معاك الكلام ده، وشوف هم يعملوا معايا ايه. انا اللي هعمل وانت عارف ان انا هنفذ. هاخد منك الورقة وهدي اخواتك حقهم، وانت عارف هات عن طريقك عشان واللي يعز ويذل هحرقك. يا رب اسمع الكلام. خلاص يا لوشا هديهم حقهم. ايوه كده حبيبي يا انا قلت لكم لوشا. اقسم بالله. طيب حبيبي اخواتي حبايبي. يا
تعالى يا موكا عمر الدم تعالى يا موكا شفت اتسطرت معاك ازاي؟ هتضرب وشها يا مكة عامل ايه يا اسطى؟ بقول لك يا مكة جهز نفسك عشان بستر ربنا الكلام اللي جاي على ابداع وثقة. اقفل يا اسطى، اقفل يا اسطى لحظة، اقفل يا اسطى. في ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج بودة؟ 5 سندوتشات في سندوتش واحد. نفسك يا اسطى، يا اسطى نفسك عشان تعرف تتنفس. اعمل ايه يا لوشا؟ بحب الاكل يا لوشا. لوشا سعيد وبشوية بيتخانقوا في ارض الفاضيه. تعالى يا عم كوتش، تعالى. لا مش تبقى حلو. بعدين ايش فاهمك انت بتتدخل ليه؟ انت على طول كده يا سعيد مقتنعني ومش طايق لي كلمه. يا عم عشان انت بتنط في كل حاجه يا عم، انت مش جاي معايا يا عم، انا ما بحبكش. في ايه؟ في ايه؟ يا لوشا على طول سعيد جاي عليا وبيعاملني وحش من غير اي سبب. بقول لك يا بشوي دي وجاي لك. خد يا حاج سعيد، تعال. اوعى يكون اللي داير في دماغي صح. صح، مش بيجي معايا، ما بعرفش اتعامل معاه، اعمل ايه؟ مش فاهم. طب بص يا سعيد، هكلمك بطريقتين، المثقف والشارع. المثقف لكم دينكم ولي دين، وايه؟ حب ومعروف وامان. الشارع انت كده عذبتها، انت وبشوي كارت واحد. احنا في مصر، احنا في مصر، وكده تخلينا اخاف منك. خلاص يا باشا، خلاص مفيش حاجه، انا وعلي اخواتي مش مفيش اي حاجه. امين. كل يا بود، كل. بتعمل ايه؟